عربيه وشقتين او حاجه زي كده. يعني انت عايزه حقك فيهم. فلوس في البنك تنكر بقى المفيد. على كلامها هي بتنكر. المشكلة اللي بين أم إبراهيم شيكا وبين مراته والدته، بتقول إن هو ليه فلوس وهي بتطالب بحقها من الورث، ومراته بتنكر ده. أنا عايز في البداية أوجه لهم نصيحة: بلاش التلاسن على العام. لو حد ليه حق ممكن يوصل له بالطرق القانونية، وأحب أبشركم لو حد ليه حق ما قدرش يوصل له في الدنيا هياخدوا أضعاف مضاعفة عند الله في الآخر. أمر التاني إن أنا لقيت بعض التعليقات بتهاجم والدته، يعني أنت نسيتي ابنك وبتدوري على الورث. الكلام ده خاطئ تماما. كون الأب أو الأم بيدور على ورثه من ابنه أو بنته اللي ماتوا، هل ده معناه إن هو نسي ابنه؟ هل ده معناه إن هو ما عندوش أصل؟ كانش ربنا فرض له قدرا من الورث؟ الكلام ده ضد شرع ربنا تماما. الأمر الأخير بقى، بعض التعليقات بتقول إن إبراهيم مخلف ذكور ولاد، ففي الحالة دي أمه ما ترثش. برضو الكلام ده خاطئ. يعني في 6 أشخاص في الميراث لا يحجبون أبدا: الزوج، الزوجة، والبنت، والابن، الأب والأم. يرث إما الثلث وإما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. لو في مجموعة من الإخوة أو في فرع وارث فهي بترث السدس. لو ما فيش مجموعة من الإخوة وما فيش فرع وارث فهي بترث الثلث. أم إبراهيم ليها ورث طبعا لو في فلوس، وهي في الحالة دي ترث السدس لأن هو عنده إخوات وفي ليه فرع وارث. ربنا يرحم إبراهيم ويرجع الحق لأصحابه ويصلح ما بين أمه وبين زوجته. دي مسألة مهمة جدا حبيت ان انا اتكلم فيها برأي الشرع، ويا ريتكم تنقلوها لغيركم. مع ألف سلامة. ما حكم من سرق الفؤاد وهجره؟ بلغ عنه شرطة المرقعة. حبيبي روح ذاكر لك كلمتين، احنا في ايام امتحانات، ولا روح صلي لك ركعتين، احنا في ايام عظيمة، ايام عبادات، وانت مشغول بمن سرق الفؤاد وهجره. يا ربي، انت عارف احنا بنصوم ليه 9 الايام الاوائل من ذي الحجة؟ اليوم الاول اللي ربنا غفر فيه لسيدنا ادم، اليوم الثاني اللي ربنا استجاب فيه لسيدنا يونس، واليوم الثالث اللي ربنا استجاب فيه لسيدنا زكريا. الكلام ده مش صحيح بالمرة، معلهوش دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واصحاب المنشورات دي بيعملوها من باب الهبد عشان يشاركوا الناس ويعملوا عليها اعجابات ولايكات وخلاص كده. انت لو شاركت فيها تبقى مشارك ليهم في انتشار الجهل وعليك إثم زيك زيهم. دي أيام بيكثر فيها العمل الصالح عموما، مش صيام بس. مفيش فضل معين لكل يوم من الأيام العشر دي، إلا طبعا صوم يوم عرفة ده بيكفر سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. طبعا أول يوم من أيام العيد ده يوم النحر. بيت بس أحذر من الموضوع ده لأن المنشورات اللي شبه كده منتشرة جدا. أي حد يجي يقول لك أول يوم في الأيام العشر حصل فيه كذا، وتاني يوم كذا، وتالت يوم كذا، قول له أنت بتهبد. أنا عملت اللي عليا وحذرتكم من البدع والخرافات دي، وعليكم انتوا ان انتوا تشاركوا الفيديو ده لايك وشير وعلق، وانده صحابك يشوفوا الفيديو المهم ده.